السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وهنا وسعادة. يا صباح الفل. عايزين النهارده زي ما متفقين عاد الجنة بتاعتنا، وعايزة عاملة لكم حتة دين مشروع يا حبايبي. مش محتاج الا بقكم. مشروع الارانب اللي هو موسم الارانب الجاي. طيب هنعمل ايه؟ ما لقيتش علب. جبت كرتونة، وعندنا طبعا طرة اللي هي التربة اللي هنزرع فيها. هنزرع بقى البقدونس والجرجير والحاجات دي، هتكون نخرطوها للطير علاج للغازات ووجع البطن. الله جاك وجع بطنك منك ليه؟ يلي مش هتعمل لايك. فايه اول حاجة قلت نعمل ايه بالتمرودي؟ نعمل بالقش بالدهسة، نقول عليها دهسة الطير، ونحطوها في الكرتونة ونحط عليها التربة من فوق ودي تغذي. ده بقى الجلوكوز، ده الجلوكوز بتاع الزرع. في حاجات كمان هنقولكم عليها، المية السكر تسقيها للطير لو انت ما عندكيش صبغ هن الطير وكده. وامورنا سهله يا حبيبتي. واستاذ ما نقولكم عامله ايه يا خيه، وعامله ايه عيالك؟ رايقين وكويسين وصحتكم تمام ان شاء الله؟ دايما بخير يا رب وصحة. وحتشوف الزرع النتيجة هنقولكم. تكسفنيش منك ليها. اعملي لي بقى اللايك، احلى لايك لمرود. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. واهو انا ايه نوريكم الزرع هنية. اها يا جماعة زرعنا حتى القمح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. صل على النبي يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده فيديو جميل جدا جدا. هنتكلم بقى عن مشروع تربية الأرانب. وانا اهو بشتري بقى البرسيم اللي الناس كتير قوي بتقول لي رودي اللهم صل على سيدنا محمد. انتي عندك زرع. احنا عندنا زرع بس دلوقتي مش موسم البرسيم. احنا ما بنزرعش الحجيزي، بنزرع اللهم صل على سيدنا محمد العلف البرسيم البلدي. ده بيفضل 5 سنين بس. ده بيتباع عندنا ربطة ب5 جنيه زي ما انتم شايفين معانا اهو. بصوا الربطة دي حبايبي ب5 جنيه. اللهم بارك. يعني ايه جميلة، وممكن تشتريها على مرتين يعني. تمام، يعني انا مش هرميها كلها. والباقي نوزعها مثلا للطيور الفراخ كده يعني. اها شايفين ب5 جنيه. ال5 جنيه دي اكلنا طيور، واكلنا الفراخ بتاعنا، واكلنا الحمام، اكلنا الفروج، واكلنا الارانب. موضوع سهل وبسيط، ومكسبها سهل وبسيط، وامورنا وافوسه، وبرمي لهم خيش اهو. امورنا تمام باذن الله. يلا بقى يا حبايبي نروح ناكل الفروجات، وان شاء الله باذن الله تنسوش بقى في اللايك. وده المشروع بتاعنا، نسيت ما اقول لكم ان المشروع بتاعنا ده مشروع موفر وجميل جدا جدا. ده موسم بقى تربية الأرانب، ومشروع جديد وهنبدأ مع بعض بإذن الله. مشاريع ما عندك أماكن على طول وسعي واعملي وهاتي في دي وفي دي. المهم بقى ندخل في الفيديو ونشوف هنقدم ايه. وإن شاء الله بإذن الله حبايبي. شكرا على الكومنتات الحلوة، الكومنتات الجميلة اللي منوراني ومشرفاني. أصلا انتوا ناس حلوين جدا جدا جدا. يلا بقى نشوف مشروعنا ايه، ونبدأ بقى بكم أرنب، ونشوفوا حاجاتنا وجميلة بإذن الله. يلا بقى يا حبايبي ونرجع تاني بإذن الله. وطبعا زي ما قلت لكم المشروع المهم ازاي نبدأ بكام أرنب. 10 أرنبات أو 9 وراهم الذكر بتاعهم. حاجات جميلة. وأنا مربية اهو، مربية حمام مع الأرانب، مفيش أي مشكلة. اللهم بارك. حاجاتنا جميلة جدا. والأوضة بقى 4 في 5 و5 في 5، حتى لو كانت حجرة عندك ما فيش أي مشكلة، برضو بتبقى جميلة وتبارك الله. شايفين الأرنب دي بصوا دي جاهزة بقى، وجايب لها ذكر بتاعها وتمام، وأمورنا حلوة بإذن الله. يلا يا حبايبي وإن شاء الله أسعار الأرانب بإذن الله
الأسعار بقى بتبدأ من النتاية الذكر ب120، والنتاية بتبدأ ب100، بأقل من الذكر ب10 جنيه. طيب والعشر، العشر ب130، 140، 150. بينما لو كان شنشلة وباقي الأرانب اللي هي الأجنبية، عشان بس محدش يقول لي إن أنا بجيلكم كل الأسعار، بتبقى ب200، ب250، ب300 لو حامل. دي الأسعار الموجودة عندنا في الأقصر. وإن شاء الله بإذن الله انتظروني في فيديو جديد. وزي ما عارفين أنا مبحبش أطول بس في الفيديوهات بتاعتي، منتظرين بقى في فيديو جديد وفيديو أحسن من كده، بتركات بحركات بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.